2 1. شوفوا لي على كيكة الأناناس، وصفة سريعة وسهلة. شوفوا الفيديو من الآخر. شايفين لي على اللمعة ما أحلاها، خيال. الله يسعد أيامكم يا حبايب القلب. اليوم بدي أسوي لكم كيكة الأناناس. هلا هذا وقتها. ليش أنا قررت أسوي لكم إياها؟ هلا هذا وقتها، بتجي لا صيف ولا شتاء، الجو كتير حلو وبده كيكة الأناناس. وشوفوا سهلة وسريعة. أول شي عنا للكيكة 4 بيضات، كاستين طحين، نص كاس سكر، كاسة مي، معلقة فانيلا، ومعلقة بيكنج باودر. وهي عنا للكراميل تبع الأناناس نكرملوه كاسة سكر، معلقتين زبدة. عنا علبة أناناس بتيجي تقريبا فيها 12 حبة، 12 شرحة، وعلى حسب الصينية بتحطوهم. شوفوا الطريقة سريعة وسهلة. نبلش من الكراميل تبع الأناناس. يلا حطينا السكر وننزل عليهم الزبدة، وهلا هيك بدنا نكرملهم مع الزبدة والسكر. بس نحن شو بدنا نساوي؟ هلا انتو عارفين انه السكر هلا دغري بيلدع مع الزبدة. ليك انا حطيت، بدنا نحط له شوية مي، بس شوية مي مشان يتكرمل معنا شوي. شايفين؟ هاي الطريقة الصح للكراميل، لازم تحطوا له شوية مي. شايف شلون الطريقة صارت؟ هلا لو ما حطينا كان بده يجبل السكر ويرجع يفرط ويرجع. هي هلا هيك اسرع واسهل وبتكرمل ما بيحترق. ضل فيه مي برطوبة، يعني بيطلع منه رطوبة وبعدين بيتكرمل. يلا بنكرملها وبنرجيكم اياها. شايفين؟ هلا هيك بلش يدوب الزبدة ويتفاعل معي. هاي ما بيأثر، لا تخافوا منها، بس انتو شو كل شوي بتقلبوها. شايفين؟ هلا هيك بلش يعطي اللون الذهبي. هلا بدنا اياه شوي اغمق، شوي صغيرة، واموره تمام. شايفين ما احلاه؟ يعني هاي الطريقة تعلموها لنصه شوي. شايفين؟ تعلموها الكراميل الصح هيك. شايفين؟ هلا غمق، ما في دقيقتين نطفيها خالصة. بس شايفين هيك بعد ما كملناهم امورهم تمام، نفردهم هيك عشان يطلعوا معنا داير الصينية. هلا شو بدنا نساوي؟ عذركم حطولنا لايك وشير سبسكرايب، ظبطولنا الامور. وهي الكيكة جربوها نصيحة. والاناناس يعني مين ما بيعرف شو الاناناس. هيك امورها تمام. هلا نمسك حبات الاناناس ونوزعهم هيك. بس انتو حاولوا الكراميل ما يتكرمل هذا اللون، لانه هسه بده يفوت على الفرن عشان ما يسود معكم. يعني انتو اول ما يصير هذا اللون هيك دغري حطوها. شايفين؟ والاناناس لازم تصفوه من المي مشان ما ينزل هون ويتشتش. شايفين شلون هيك؟ يعني لو شو ما بعدتوهم يجوا معكم مناح. هيك العلبة اجت بالصينية تمام 100%. اذا عندكم بيركس سووا بيركس بتزبط. هلا ما بين ما تبرد بدنا نسوي خليط الكيك. عنا للكيكة تبع الأناناس عنا 4 بيضات مثل ما قلتلكن، وعنا نص كاسة سكر. نحنا ما بدنا نكتر سكر لأنه هي فيها سكر. هيك وبدنا نضربون شوي. بعد ما انضرب معنا بدنا ننزل عليهم الطحينات. بس هو ياخد شوي البيض وننزل عليهم الطحين، نضربهم كمان على البطيء بعدين سريع. هلا بعد ما حطينا لفينا البيض شوي بنحط البيكنج باودر فانيلا، وبدنا نحط لها نص كاسة المي، وبالنص الثاني عند الضرب الزايد. شايفين؟ هلا هاي نص بنحط لها كمان نص بس للدجاجات. بسم الله. بعد ما لفيت هلا بنكمل عليها الميات، وهيك بدها ضرب شوي وخالصة. يلا هلا هيك الخليط معنا جاهز. وهون شايفين الأناناس نشفت، هي صارت مثل الإزاز. يلا بنقول بسم الله ونوزعها حواليها. شايفين؟ هيك غمرناها كاملة. شايفين هيك أمورها تمام. وهلا حرارة 180 بتقعد بحدود 20 دقيقة أو 25 دقيقة. هي الأفضل يعني الصحيح بتقعد 22 دقيقة بالضبط إن شاء الله. ونحطها بالفرن مثل ما قلت لكم. اللي عنده فوق وتحت بيشغلها بس على نار هادي. يعني أول ما تصير 180 بنزل شوي حرارة بحطها فيها. اللي عنده بس تحت بشغلها من تحت بحطها بالنص، وبس لتاخد شوي تاخدوهم من فوق هيك على الفرن.
وهيك طلعت معنا من الفرن. شوفوا لي ما أحلاها على المنظر، شايفين كراميل شلون طلع على جناب. هلا بدنا نقلبها وبسم الله. شايفين هلا هيك بدنا نقلبها وبسم الله. وهيك شايفين طلعت معنا. هلا شو بنساوي؟ بنرفع الطرحة تبع العروس. هذا المنظر يوصي عليه الدكتور. شايفين لي على المنظر ما أحلاه. شوفوا لي ما أحلاه، طالعة تحفة. شايفين طرية ورايحة عنيفة. وهلا مرحلة الذوق. يلا وهلا بدنا نقول بسم الله ونقسمها. شايفين لي على الطبقة ما أحلاها. يطلع لنا أناناس بس. شايفين لي على الطبقة. هلا في ناس بتطلع معها بيشربوها دغري مية أناناس اللي فتحناها من العلبة. اللي مساويها طبيعي ما في داعي، بس اللي عنده بشربها شوي. شوفوا له هذا المنظر، شوفوا لي ما أحلاه. والله ذهب ذهب، يا سلام. هلا بحطها هيك. شوفوا لي يا منون انتو، ما بين ما انا شو ساوي دولكن ياها. هلا في ناس بتشربها مية اناناس، بس الكيكة هيك ممتازة وشربان السكرات وما احلاها. بس شوي دايت يعني شوي متزع اليوم لنقيمن شوي. وهلا هيك نقول بسم الله. شايفين اياها هيك بسم الله. على طول اول لقمة ما بيحبها الدكتور. منو الثاني يطلع لنا اناناس. بسم الله. احكي ولا بلاها؟ رهيبة كتير، جربوها وشوفوا طعمتها ما بتعوى. الأناناس مع الكراميل شربان ليك وين. شوف شلون شربان تشريبة كاملة، يعني غابب منها الكراميل واصل لآخر مرحلة فيها. يعني مو عاطي طبقة ممتازة طالعة، هشة طرية وما أحلاها 100%. ومثل ما قلت لكم اللي بده بيسكب عليها مية أناناس على الصحن تبعه هيك كانت تطلع معه الطعمة 100%. شايفين هيك. انا ما حبيت شربها لانه في ناس بتقلك كتير حلوة هيك طعمة من الاخر. اللي بده يشربها يصطفل هو وحاله، انا ما دخلني. وهيك وصفتنا صارت تمام. ولا تنسوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتدعمونا بهالصفحة مشان ان شاء الله نكبر مع بعض وشوفوا الوصفات الجديدة. ولا تنسوا مثل ما قلت لكم كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.